بتحب حد؟ بتحبه بجد؟ بتحلم تعيش معاه طول حياتك، لكن فجأة كل حاجة بتنهار. هل احنا اللي بنكرر نفس الأخطاء، ولا العلاقات نفسها بقيت أصعب في الزمن ده؟ الحكاية النهاردة هتجاوبك وهتغير نظرتك تماما. أنتم الآن تستمعون إلى بودكاست جوه المفرمة، تقدمه لكم شادية الحسن. وحلقة النهاردة: ليه العلاقات كلها بتفشل؟ هل احنا المشكلة ولا الظروف؟ سؤال مهم، وعشان نجاوبه صلى على الحبيب ويلا بينا. يحكى أن في العصر الذهبي الإسلامي كان الخليفة العباسي هارون الرشيد واحد من أعظم حكام التاريخ. كان عنده صديق ووزير مقرب جدا اسمه جعفر البرمكي. العلاقة بينهم كانت مثال للثقة المتبادلة لسنين طويلة. جعفر كان بيشارك الخليفة في كل قراراته، وكان بمثابة إيده اليمين. لكن في يوم وليلة العلاقة دي انتهت، وبطريقة مأساوية. هارون الرشيد أصدر قرار بإعدام جعفر ونفى عيلته بالكامل. الناس وقتها اتصدمت، إزاي صداقة بالقوة دي تنهار فجأة وبالشكل ده؟ المؤرخين قالوا إن القصة لخلافات بسيطة اتراكمت بسبب سوء تفاهم متكرر، وكل طرف ما كانش بيعبر عن اللي جواه. جعفر ما كانش بيقدر يوضح مواقفه لما تتكرر المشاكل، وهارون كان بيسكت ويخزن غضبه لحد ما فاض الكيل. القصة دي مش بس عن السياسة، لكنها كمان نموذج بيحصل معانا كل يوم. العلاقات بتنهار مش عشان مفيش حب واحترام، لأ، لكن عشان الطرفين ما بيعرفوش يتكلموا أو يفهموا بعض. والسؤال اللي لسه بنسأله اللي هو أصل المشكلة: ليه العلاقات بتفشل؟ في زماننا الحالي المشكلة بقيت أوضح. إحنا بنعيش في عالم مليان بالتكنولوجيا ووسائل التواصل، لكن العلاقات نفسها بقت أضعف. ليه؟ يمكن عشان غياب التواصل الحقيقي. التكنولوجيا قربتنا شكليا، لكن بعدتنا عاطفيا. بنبعت رسائل نصية بدل ما نتكلم، بنعبر عن مشاعرنا بإيموجي بدل ما نواجه الطرف التاني. كمان يمكن بسبب التوقعات غير الواقعية. كتير مننا بيدخل العلاقة وعنده توقعات مستوحاة من الأفلام والمسلسلات. بننسى إن العلاقات الحقيقية فيها تعب، اختلافات، مشاكل لازم نحلها مع بعض. كمان يا عزيزي، الخوف من الفقدان. بعض الناس بتخاف تعبر عن مشاعرها الحقيقية، خوف من إن الطرف التاني يبعد أو يسيبهم. النتيجة العلاقة بتبقى سطحية ومش حقيقية. كمان قلة الوعي العاطفي. احنا مش متعلمين ازاي نتعامل مع مشاعرنا أو مشاعر الغير. مش عارفين نقول أنا متضايق أو أنا محتاجك من غير ما نحس بضعف. ويجي السؤال: ازاي ننقذ علاقتنا؟ الحلول يا فندم أقولك: اتعلم فن التواصل. العلاقات الناجحة مش مجرد حب، لكن كمان فهم. اتعلم تسمع مش بس بالكلام، لكن بالمشاعر اللي وراه. لما تواجه مشكلة بدل ما تلوم، جرب تسأل ازاي نقدر نحسن الوضع ده مع بعض. حط توقعات واقعية. العلاقات مش دايما وردي، لازم تكون مستعد تواجه أيام صعبة وتشتغل على حلها. اسأل نفسك: ايه الحاجات اللي مستعد أتنازل عنها عشان العلاقة تستمر؟ اهتم بالتفاصيل الصغيرة. كتير من العلاقات بتنهار مش بسبب مشاكل كبيرة، لا، لكن بسبب تجاهل تفاصيل بسيطة زي كلمة شكرا أو تعبير عن الامتنان. تخيل. كمان اتعلم تعبر عن مشاعرك. مفيش مانع تقول للطرف التاني أنا محتاجك دلوقتي، أو الكلام ده ضايقني. التعبير عن المشاعر بوضوح بيساعد على بناء علاقة أقوى. اختار الشريك الصح. مش كل الناس مناسبة ليك. دور عن شخص يتوافق معاك في القيم والأهداف. مش مهم إنكم تكونوا متطابقين، المهم
إنكم تعرفوا تدعموا بعض. في 2010 اتعملت دراسة من إحدى الجامعات الأمريكية على أكتر من 700 شخص لمدة 75 سنة لدراسة سبب سعادة الإنسان. النتيجة ما كانتش الفلوس ولا النجاح المهني، بالمناسبة كان أهم عامل جودة العلاقات. العلاقات الصحية اللي فيها حب وفهم هي اللي بتخلي الإنسان سعيد وناجح على المدى الطويل. العلاقات زي الزرعة، لو سبتها من غير رعاية هتدبل وتموت. والسؤال دلوقتي، يا ترى انت شايف ان مشكلتنا مع العلاقات دلوقتي سببها التكنولوجيا ولا عدم وعينا بمشاعرنا؟ شاركنا رأيك في التعليقات، وما تنساش تعمل متابعة للبودكاست عشان نكمل مع بعض حكايتنا اللي هتغير حياتنا ونخرج من بره المفرمة. وانتظروني في الحلقات الجاية علشان نشوف المفرمة هتطلع لنا ايه. وفي الختام، لكم مني كل التحية والسلام من بودكاست جوه المفرمة. كنت معكم أنا شادية الحسن، وتحياتي.